اشرف مرزق، ثنائيه ممتازه، البحث عن العرضيه بالفعل داخل منطقه جزاء، تموت المحاوله، فرصه تدخل. لاحظوا ماركوس باكيتا اللي قلت بانه اليوم ممكن نقول بانه تحت الضغط، خصوصا بعد الهزائم اللي كانت ديال فريق حسنيه اكادير سواء امام اتحاد الرياضي التركي وامام فريق الرجاء. كريم ايت محمد، كره في الوسط، حمزه افصل، اشرف مرزق، ممتازه بالكعب من حمزه افصل، ولكن ما كانش تحرك ديال اشرف مرزق. تعود من جديد لفائده فريق حسنيه اكادير. هناك الضغط الان على حامل الكره، مشات الكره في الجهه اليمنى، هناك تغطيه، الكره ما خرجتش، ولكن تمريره خاطئه. حمزه افصل، فرصه لفائده فريق حسنيه اكادير، امكانيه تسديده مرات جانبا، تسديده مرات جانبا من القائم الايمن لمرمى الحارس سفيان بن رحو. فرصه لفائده فريق حسنيه اكادير اللي يوسف ماري، تدخل والحكم يعلن عن ضربه جزاء. الحكم يعلن عن ضربه جزاء بعد التدخل امام يوسف ميري. كنعرفوا السرعه ديال يوسف ميري، الدخول داخل منطقه جزاء، تدخل، والحكم لم يتردد في الاعلان عن ضربه جزاء. نتابعوا من جديد هذه المحاوله، تمريره في اتجاه اللاعب يوسف ميري، كان هناك احتكاك وسقوط يوسف ميري، كان تدخل ديال المدافع عبد الحق عسال. الحكم لم يتردد في الاعلان عن ضربه جزاء لفائده فريق حسنيه اكادير، في انتظار تاكيد هذه ضربه جزاء من طرف حكام الفار، لانه كيكون فرحوا والبحث عن اولى الاهداف هذه المباراه. اذا يوسف ميري يستعد للتنفيذ، يوسف ميري والكره في الشباك. 1-0 لفائده فريق حسنيه اكادير من نقطه الجزاء بواسطه الهداف يوسف ميري الذي وقع ثالث اهدافه خلال هذا الموسم. وحسنيه اكادير يتمكن في حدود الدقيقه 19 من افتتاح النتيجه. 1-0 لفريق حسنيه اكادير امام شباب المحمديه. الفرحه الكبيره ديال اللاعبين. غدا شباب سوالم الرياضي يستقبل فريق الرجاء. تابعوا الفرصه الهدف، هدف تعادل بواسطه اللاعب اسامه المليوي في المكان المناسب، يتمكن من تسجيل وتوقيع الهدف. هدف تعادل لفائده فريق شباب المحمديه، تمريره عرضيه من الجهه اليسرى. العوده للاعبي فريق حسنيه اكادير، توفيق الصفصافي، هذه فرصه من الجهه اليسرى، محاوله تمرير عرضيه، فرصه والراسيه ديال اسامه المليوي، ولكن كتمشي فوق المرمى في الوقت اللي الحكم المساعد رفع الرايه. ولكن يمكن نقول بانه فرصه ومحاوله اللي شكلت خطوره على دفاع على مرمى فريق حسنيه اكادير. كنتابعوا توفيق الصفصافي، تمريره في الجهه اليسرى، ايوب بوشتا رفع الكره، عزيز النخلي مشات الكره في الجهه اليمنى، تمريره داخل منطقه الجزاء، فرصه راسيه، كانت الراسيه ولكن كتمشي جانبا. كانت فرصه لبعدة فريق شباب المحمديه بواسطه اللاعب عبد الرزاق زهير النعيم. تواجد محاوله راسيه، فرصه تضيع من يوسف مهري امام المرمى. كانت محاوله وفرصه لفائده فريق حسنيه اكادير الذي كان قريبا من توقيع الهدف الثاني. يوسف ميري امام المرمى، التسديده ديالو كتمشي فوق مرمى الحارس سفيان بن رحوم، اللي كتضيع هذه المحاوله دي بنشوق يوسف ميري. لاحظوا صعود اللاعبين، تواجد كذلك المدافع المهدي خلاطي، البحث عن الضربات الراسيه، رفعت الكره راسيه، فرصه هدف ثاني لفائده فريق حسنيه اكادير، هدف ثاني لفائدة فريق حسنية أكادير. وبالتالي تحدثت على الدقائق الأخيرة والفريق الذي بإمكانه استثمار هذه الدقائق الأخيرة. لاحظوا الفرحة كبيرة تترجم الضغط الكبير اللي كان كيعيش المحمدية. ما كانش هناك وضعية تسلل على اللاعب عبد العزيز القيدي. صلاح الدين إشارة، وهي إشارة واضحة من رشيد روكي، على الأقل هذا التوالي يلعب هذه الورقة الهجومية الرأسية، تعود من جديد على مستوى الجهة اليسرى. أيوب بوشتا غادي يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، خروج الحارس هشام بن مجهد في مناسبتين كيتمكن من التقاط الكرة. والحكم عادل زوراق يعلن على نهاية المباراة بفوز فريق حسنية أكادير بهدفين لهدف واحد. هدف يوسف مهري الدقيقة 19 من بداية المباراة، وعبد العزيز القيدي في الوقت بدل الضائع